السلام عليكم احلى متابعين، يلا نعمل مع بعض الكفتة الجميلة دي. طرية جدا ومتماسكة. في الكبة هنحط بصلة وكزبرة خضرة مغسولة، واضربهم كويس جدا في الكبة. بعد كده بعصرهم كويس جدا وبحطهم في بولة. بعد كده بضيف بياض بيضة ومعلقة نشا ومعلقة بقسماط، وملح وفلفل اسمر. ولو في بهارات كفتة يبقى كويس جدا تضيفها برضو. بعد كده بضيف اللحمة، وتكون فيها نسبة دهون كويسة، وبخلطهم كويس جدا مع بعض. اول ما تحسي ان الخيوط بتاع اللحمة باينة، يبقى كده خلاص هي اتخلطت كويس جدا. ممكن تسيبها في التلاجة وتغطيها بحاجة لحد ما يكون الفرن وصل معانا لدرجة 180. هنبدأ ندخلها الفرن بعد ما نعملها. نسيت اقول لكم في المكونات، بحط معلقة صغيرة بيكنج باودر. بعد كده بشكلها بالشكل ده وبحطها على الشبكة في الرف الأوسط. بقلبها كل شوية لحد ما تستوي. بحط معاها قطعة فحمة وعليها حتة دهنة، وبتطلع معانا بالشكل ده.